قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه ديال متمدرس باش ديما يوصلكم جديد اخبار التعليم. السلام عليكم اصدقائي التلاميذ والتلميذات، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وعلى احسن الاحوال وبصحه جيده. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. ففي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الخبر اللي هام خصوصا للتلاميذ المقبلين على الامتحان الوطني ديال البكالوريا هذه السنه هذه 2023 2022. فواحد الخبر اللي هام، ولكن قبل ما نبداو بغيت كل شيء يهبط يدعي مع التلاميذ هادو، الله يوفقهم، الله ينجحهم، والله يسهل عليهم الامتحانات، يدوزوا ان شاء الله على احسن الاحوال وعلى احسن الظروف، وينجحوا ويجيبوا النقاط اللي تفرحهم وتفرح والديهم. فقولوا لي امين في التعاليق، وكل شيء هبط يدعي مع هاد التلاميذ هادو. ففي هذا الفيديو نشوف واحد الخبر، يعني ناضت جميع الثانويات بالمغرب كتخبر التلاميذ والتلميذات ديال البكالوريا انهم خصهم، يعني او انهم مطالبين انهم يجيبوا نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه ويحطوها في المؤسسات اللي كيقراو فيها، باش يعني ياخذوا البكالوريا الجديده اللي غادي تكون فيها بعض الاشياء اللي جديده اللي هضرنا عليها في الفيديو اللي فات. اللي مازال ما تفرجش فيه يدخل يتفرج فيه بخصوص الرقمنه ديال شهاده البكالوريا. فيعني جميع تلاميذ البكالوريا مطالبين انهم يحطوا نسخه او لا ايداع نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه لدى مؤسساتهم، يعني يحطوها في الثانويات اللي كيقراو فيهم، يمشيو للاداره ويحطوا واحد النسخه ديال بطاقه التعريف الوطنيه ديالهم، يعني لا كارت ناسيونال ديالهم، باش يعني يستافدوا من هذه الخدمات الجديده اللي غتكون بخصوص شهاده البكالوريا الجديده، وباش يعني تحصلوا على شهاده البكالوريا ديالهم بدون اخطاء، وتكون يعني شهاده البكالوريا اللي تمكنهم انهم يولجوا للمدارس اللي بغاوها وحتى يعني الجامعات اللي بغاوها. فهادشي اللي كاين اصدقائي التلاميذ والتلميذات، حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو باش كلشي يستافد ان شاء الله.